جوميز قرر انه ينهي التعاقد بتاعه ويروح الدوري السعودي لنادي الفتح. طبعا نادي الفتح ده اخر ذيل قعر الدوري السعودي، يعني متزيل الدوري السعودي عن جدارة ما شاء الله. يعني من 13 ماتش تقريبا كسب ماتش، تعادل 3 وتغلب 8. حاجة يعني نادي متكحرت، نادي يعني ما فيش منه امل. ولكن الدوري السعودي طبعا كلنا عارفين بيدي فلوس كتير قوي، مش عارف ليه. يعني بيدي فلوس كتير، عرض عليه تقريبا ضعفين مرتبه في الزمالك او 3، مع رقم في ناس تقول 160 وناس تقول 200. المهم عرض عليه فلوس فرق كبير جدا عن اللي بياخده في الزمالك. وراجل اصلا ما بياخدش فلوس في الزمالك، ومرتبه في عرف المدربين كان جاي ببلاش. هو جاي من على القهوة، يعني هو الراجل كان جاي مسطح على القهوة، مش لاقي نادي. فالنادي الزمالك تعاقد معاه، فهو جه درب الزمالك ب60,000 دولار، وده في عرف المدربين، هو وجهازه وبابا غنوجه بسلطاته ببعضه كده ب60,000 دولار. وده في عرف المدربين يعني جاي ببلاش. فكان مرحلة بالنسبة له. طبعا سيبك من بكتب الرسالة دي بدموع عينيا وسامحوني ما كانش قصدي وشغل وردة ده كل ده هجص. هو الراجل مدرب محترف، كان بيدرب نادي الزمالك، حقق بالنسبة للممكنات المتاحة ليه أقصى ما ممكن حاجة ممكن يحققها. هو راجل أجنبي، مش مولود متعقبة ولا حاجة زي ما كان الكابتن حسام المندوبي يقول. فجاله عرض أحسن، فقرر إنه يركب الناقة ويتوكل على الله. طبعا لا في انتماء ولا بتاع، هو الراجل أجنبي. عشان بس ما نسيبك من الهجص اللي بيقوله ده، وإلى لقاء قريب وسامحوني والظروف والجوابات. راجل أجنبي. الراجل ده ما كانش يعرف نادي الزمالك ولا عنده فكرة عنه. متأكد إن أول ماتش شافه للزمالك لما عرف إن في نادي اسمه الزمالك بيفاوضه. فطبيعي جدا يجيله عرض أكبر وأنت بتدروش فلوس، فيسيبك ويروح العرض الأكبر. وفي ناس كتير من جمهور الزمالك بيقول إن الراجل إن دي مؤامرة، والنادي الأهلي عامل على الزمالك مؤامرة، وعشان يهدم استقرار نادي الزمالك، وعشان هم خايفين من جوميز عشان ده مدرب فتاك، وشوية حاجات غريبة كده. هي لا مؤامرة ولا حاجة. هي انت عندك مشكلة كبيرة، نادي الزمالك عنده مشكلة كبيرة جدا تخص العوائد. مش ممكن تنادي كبير من حجم نادي الزمالك انت معتمد كل تعاقداتك وحكاياتك ورواياتك معتمدة على المعونات. ومش ممكن انت عايش على انا مستني قرشين يقول لي من رجل الاعمال الفلاني، مستني عقد مش عارف يجي لي منين، مستني ابيع اللعيب الفلاني، والقصه والحكايه. وفي النهايه هيبقى النتيجه ان هيحصل مشاكل. ده انت ما انتش عارف، معكش فلوس، والكوره بقت فلوس. انت بقالك سنه بتجدد لزيزو كل اسبوع، مش عارف تجدد له، ومرضتش تمشيه عشان خاطر الضغوط الجماهيريه. لا انت عارف تجدد له ولا رضيت تمشيه. وعندك مشكلة كبيرة جدا أصلا في العقود. أنت مش عارف تعمل عقود ومش عارف تأمن نفسك. حتى عندك مشكلة في عقود اللعيبة. حتى عندك مشكلة في اختيار اللعيبة الأجانب. مش ممكن أبدا تروح تجيب لعيب أجنبي تديله بالدولار زي مشلاك، أو زي المهاجم اللي اسمه فرج ده، ولا مش عارف اسمه إيه الفلسطيني. ما هو مش أي فلسطيني. مش عشان وسام أبو علي اشتغل في الأهلي فأي مدرب فأي لعيب هيشتغل. لا، ما هو مش بلاي ستيشن. يعني مش إصدار. هو يعني الفلسطيني ده مش إصدار، ده جنسية. فهو وسام ابو علي ده فلت. انما مش شرط كل الفلسطينيين يبقوا زيه يعني. ومش معقول ان انت تروح تجيب لعيب زي مشلاك ده تديله بالدولار. ده انت المفروض هو يلعب معاك يديلك فلوس. مع احترامنا ليه، ما بيعرفش يلعب. ما بيعرفش يلعب. ومش اي ويرى بالعين المجرده. يعني مش عارف هما اتفرجوا عليه فين. ما علينا. فانت عندك مشاكل كبيره، يعني حتى عندك فشل في طريقه الصرف، او مش عارف يسموها ايه يعني. يعني مش عارف تصرف.
يعني وحتى اولويات الصرف بتاعتك فيها مشكله. يعني بدل ما كنت تجيب مشلاك وتمشي فلان وتمشي علان وتجيب فلان وتجيب لعيبه كلها ما بتلعبش، كنت جدد لزيزو او ادفع مرتب المدير الفني بتاعك. مش ممكن المدير الفني بياخد 60,000 دولار وانت مش عارف تدفع له عقد شهرين، مش هتعرف تدفع له مرتب شهرين او 3 شهور، تاخر عليه كل 3 شهور مرتبه. ما ده شيء. امال وعمال تقول انا بفاوض كيروش وبفاوض كولر وبفاوض مش. طب انت جبت كروش وجبت كولر وجبت مورينيو، هتدفع له مرتبه منين؟ ما دي مشكله كبيره برضه. وانت مالكش حجه، انت حاليا نادي مستقر، ما عندكش اي ازمه، ما عندكش اي حاجه تعيق ان انت تشوف مصادر دخل مستقره للنادي او تنمي موارد النادي. والاهم من كده اللي انت تعيش على قد اللي معاك، او تمد لحافك على قد رجليك، او تمد رجليك على قد لحافك. انا مش عارف بيقولوها ايه، بس انت يعني مش ممكن تكون راجل معاك 20 جنيه تروح تدين ب100 جنيه وانت اصلا معاكش الا مش جالك الا 20. فتلاقي نفسك داخل ما انتش لاقي فلوس لا تدفع مرتباتك ولا لاقي فلوس تجيب حد جديد. فتروح تجيب اي كلام، يعني تجيب 10 كلهم مبقوش فيهم مبقوهمش فايدة، كلها مشاكل. كل دي مشاكل ادارية. فانت ما تلومش على الاهلي، الاهلي ملوش ذنب في قصتك. انت عندك مشاكل كبيرة جدا كإدارة، عندك مشاكل في العين وعندك انت عندك جمهور. بس الزمالك ما هو الا نادي عنده جمهور بيسنده وعنده اسم وعنده تاريخ. مش اكبر قرار ده في مصر. ده كله هجص. سيبك من الهجص اللي انتوا بتقولوا لبعض ده، هو دي مش حقيقة. بس انت نادي كبير بمزاجنا غصب عننا، انت نادي كبير جدا. فلازم المسؤولين عنه يبقوا عارفين قيمة النادي ومسؤولين كبار، ويبقوا مسؤولين عارفين يعني ايه رياضة ويعني ايه إدارة رياضية ويعني ايه إدارة كورة. إنما شغل الهجص وأي كلام ده تالت رابع مرة تحصل معاك. نفس مدربين أجانب يجوا يدربوا تتعاقد معاهم بعقود تعبانة، تديهم شروط جزائية تعبانة، يجيلهم عرض أحسن يمشوا. ده كارتيرون عملها فكرة مرتين يا راجل، مدرب واحد يعملها مرتين. باتشيكو عملها والوقت جوميز عملها وجروس عملها. يعني مش ممكن، مش ممكن ابدا اللي انت كل مدرب يجي يزهق يمشي او لاي سبب من الاسباب بمزاجه كده ويدفع شرط جزائي شهرين ثلاثه وانت ما بتديش مرتبات لان انت معكش فلوس. انت كنت مقتنع بالراجل كنت جدد له بعقد محترم واعمل شرط جزائي. بلاش تعمل عقد طويل، اعمله سنه واعمل شرط جزائي بسنه. فيجي ماشي، حتى لو مشي هتقول له مع السلامه. ده انت لو دخلت قلبي هتلاقي نفسك ماشي على رأي حسن حسني، لانه هيدفع لك شرط جزائي 1,200,000 لو مرتبه 100,000 بس. فعمره هيفكر 100 مرة قبل ما يمشي. لو هو مشي هيديلك الشرط الجزائي تجيب يبقى معاك سيولة تجيب مدرب كويس مكانه. انما انت بتعمل شرط جزائي شهرين وهو مرتبه 60,000 دولار. ده ما يجيش نص مرتب شهر في اي مكان. يعني اكيد قطعا هو بيتفق مع النادي اللي اتفق معاه ده، قال لهم هتدفعوا لي الشرط الجزائي مبدئيا عشان نتكلم. فطبعا هو ده شرط جزائي. هما هناك في السعودية الدنيا حلوة، يعني الدنيا جميلة، يعني مش فلوس. ده آخر تخيل إن النادي المتزيل ذيل قعر الدوري بيدفع المرتبات دي. فده بالنسبة لهم احنا تهريج يعني. فأنت مشكلتك عندك مش عندنا، مش عند حد، مش عند الأهلي ولا عند حد. مشكلتك عندك. كان المفروض عندك ناس مسؤولين بتعرف تعملوا عقود وتعرفوا يأمنوا النادي كويس. طالما موضوع كبير وقعدوا يقول لك وليه ما بيحصلش مع الكولر ونخش في قصص وحكايات ما بدون داعي. كولر ايه يا عم اللي هيحصل معاك كده؟ كولر ايه يا ابني؟ كولر راجل مدرب بيدرب النادي الاهلي بياخد مرتب 225,000 دولار، بياخد مرتب كبير جدا وبيدرب في بطولات كبيرة وبيضيف لنفسه الكارير والسي في بتاعه. فما عندوش اي مبرر انه يجازف ويروح نادي تاني عشان مثلا ياخد 100,000 زيادة، في حين انه ممكن ينجح او ما ينجحش. هو مش جوارديولا يعني، هو ممكن يروح اي نادي يفشل. بس هو عنده هنا كل مقومات النجاح والاستمراريه وبيلعب في بطولات كبيره جدا. وطبعا مش هيسيب الاهلي، هو لسه له 5 شهور يلعب كاس عالم انديه. استحاله يعني، استحاله. عمره ما يحصل. حتى لو جاله عروض، مين اللي قال لك ما بيجيلوش عروض؟ اكيد بيجيله. بس هو راجل بيدور على مستقبله ومصلحته وبيعمل سيفي لنفسه عشان لما يسيب الاهلي يروح نادي كبير وياخد مرتب اكبر من اللي بياخده في الاهلي.
ويضمن انه يستمر اكبر فتره ممكنه كمدير فني في مستوى عالي. ف ما ينفعش تقول كولر ايه اللي ما بيجيلوش عروض، واشمعنى الاهلي ما بيجيبش عروض. ده كده انت بتقول اي كلام يا صاحبي. كده انت بتقولش صح، انت كده بتقول اي كلام. لان انت ما تنفعش تقارن وضع الزمالك حاليا بوضع الاهلي. انت مش معنى ان انت جبت السوبر كسبت الاهلي في ماتش وخدت منه بطولة ان خلاص بقت زي بعضها. الكرة ما بدأتش في ماتش السوبر. مشكلة الاخوة الزملكاوية مع احترامي لهم يعني، ان هم بيتعاملوا مع الكورة انها بدأت يوم ماتش السوبر الافريقي. لا، اتحاد العاصمة كسب الاهلي السوبر السنة اللي فاتت. هو ماتش مهم وماتش كبير والزمالك كسبه وكانت بطولة مهمة للزمالك، بس هو بالنسبة للوضع ما غيرش حاجة، يعني ما غيرش حاجة في الواقع. هو الأهلي ما كان وحش جدا، كان زي الهباب وأنت كنت موفق كسبته، بس ده ملخص الموضوع. إنما هل أنت لسه ند؟ أنت مش ند يا صاحبي. أنت لسه بدري عليك قوي عشان تبقى تخش في مرحلة أنت تقول ليه الأهلي ما ينفعش. لأن ما ينفعش أصلا إن كولر يمشي من الاهلي دلوقتي، لانه راجل عنده دماغ بيفكر بيه. هنا في عنده دماغ، مش حاطط كوبايه مقلوب. عنده دماغ، عنده حاجه في دماغه. ما هو اللي يسيب، ما انا لو مدرب الاهلي او اي حد مدرب الاهلي وبيدرب الاهلي دلوقتي وجاله 100,000 زياده ولا 150,000 زياده، وهو بياخد 225,000 اصلا، ده مرتب كبير جدا. مرتب كبير جدا بالنسبه للوطن العربي. مفيش الا كذا، الا السعوديه بس اللي بتدي اكتر منه. وهو مش هيروح الهلال ولا النصر، الناس دي بتجيب برضه مدربين على مستوى اعلى من كولر. فهو مش هيروح حتة ابعد من كده الا اذا حقق نجاح اكبر. وهو مش هيروح اي نادي يدرب في كاس العالم للانديه بعد كام شهر، فهو مش راجل عبيط يعني. فخلي كلامنا موزون بس، ونبقى عارفين ان في فروقات برضه. ده مش معناه ان الزمالك نادي قليل، بس الوضع الحالي يخلي اي مدرب يدرب الاهلي يفكر 100 مره قبل ما يسيب الاهلي.